بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم جميعا حلول الشهر الفضيل. المسألة اللي أريد أوضحها المسألة الأساسية أحبائي، دير بالكم تفطرون، لا تفطر لا تفطر لا تفطر لا تفطر. راح تقول عندي دراسة وهذا معدلي وهذا مستقبلي. شوف عزيزي، أولا يعني أكو فد ردين على هاي الفكرة. أولا شهر رمضان أهم من مستقبلك الدنيوي، خليها ببالك. شهر رمضان أثمن من السادس. صيامك هاي 30 يوم أو 29 يوم حسب الهلال، صيامك خلال هذه الفترة أهم من السادس وأهم من الكلية وأهم من أي طموح ومن أي مشروع دنيوي على الإطلاق. تمام؟ هذه ماكو داعي أنه أحكي الأدلة اللي عليها، أي واحد مطلع بالأمور الدينية يعرف هذه الحقيقة. هذا واحد. المسألة الثانية، شهر رمضان فرصة لا تعوض نهائيا، فرصة عظيمة جدا، ولازم نحمد رب العالمين ونشكر رب العالمين إنه وفقنا، إنه أدركنا شهر رمضان وإحنا على قيد الحياة. هذه الفرصة هالمرة اجتك، المرة القادمة ممكن ما تجيك. صح، ممكن المرة القادمة ما تجي، خليها ببالك. أنا شخصيا هواي أعرف ناس شهر رمضان اللي فات كانوا موجودين على قيد الحياة، وهسه اجى شهر رمضان هم مو على قيد الحياة. كذلك احنا ممكن انه نوصل الى هذه النتيجة. فشهر رمضان فرصة لا تعوض من حياتك ومن حياتك. لذلك احبائي صوموا، والصيام ما يأثر على الدراسة. شلون؟ خل اوضح لك. اولا، جنود كل تشكيلات الجيش العراقي، ضباط المرور، موظفين، الأساتذة، مدرسين، شرط المرور، ربات البيوت، الناس اللي يشتغلون عمالة، الناس اللي يشتغلون بالمهن الحرة، عشرات أو مئات الاختصاصات والفئات من المجتمع العراقي تصوم شهر رمضان، وبالصيف بعز الصيف اللي هو بالشهر السابع والثامن اللي أصعب من هاي الظروف. إشقد أكو شباب مثلكم يشتغلون عمالة أو حمالين بالشورجة وبحافظ القاضي وهم صايمين. إشقد أكو شباب مثلكم بشهر رمضان بعز الصيف يشتغلون إحمالة بمجمع المشن مثلا ببغداد وينزلون حاويات. فلا يغشك أحد، لا يغشك شيطان ولا يغشك إنسان، لا يغشك شيطان ولا يغشك شيطان، لا شيطان ولا إنسان وإنه تفطر. لا عزيزي، دير بالك. هواي أكو ناس جاي تصوم وبكل يعني مسألة جدا طبيعية، طبيعي جدا. فيا عزيزي لا يغشك أحد وتقدر تقرأ وتصوم. اللي أفضل لكم، وأنا صراحة مجرب القراءة مع شهر رمضان، تقرأ أثناء الليل من الفطور لحد السحور. تمام؟ وفترة الليل الوحدة ترى ما تكفي بالنسبة إلك أنت كطالب سادس، لازم تاخذ من النهار، فتتسحر تصلي صلاة الصبح وتبدي كذلك تقرأ. اللي أفضله أنه تنام إما ساعة 9 أو ساعة 10 الصبح. تمام؟ تنام ساعة 10 الصبح، توقت تليفونك ساعة 12 يدك تليفونك، تقعد تصلي الظهر زين وترجع تنام. أهم مسألة دير بالكم، الصلاة بوقتها. صلاة بوقتها أهم من أي مشروع دنيوي. أرجع وأكرر شبابنا، للأسف إحنا ناس يعني أغلب ناسنا بعيدة عن التدين وما تهتم لهذه الأمور. صلاتك وصيامك أهم من قرايتك، أهم من قرايتك أنت كطالب سادس. تمام؟ حتى لو كانت قرايتك من أجل الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت قرايتك عبادة، فالأمور العبادية بيها أولويات، والصلاة والصيام أهم من كل الأمور العبادية. لذلك أحبائي نام ساعة 10، اقعد ساعة 12، صلي وارجع نام. راح تقول ساعتين ما أقدر أنام. هنا عزيزي هم إجا الشيطان ولعب بدماغك. يا عزيزي والله أعرف شباب ينام ساعة، يوقت التليفون، يقعد يصلي وبعدين يرجع يكمل النوم مالته، وجدا جدا جدا طبيعي. بس هاي مرات انه شنو احنا نستصعبها. اني انام ساعة مثلا، انام مثلا ب3 واقعد مثلا 4:30 اصلي الفجر. والله عزيزي طبيعي جدا، بس هاي الناس البعيدة عن التدين تصعب القضية عليك. صيام، شلون اصوم، شلون كذا. فشهر رمضان فرصة،
صوموا عزيزي، صلوا الصلاة بوقتها، ورجعوا لرب العالمين بهذه الأيام. ما معنى الحديث الشريف؟ من لم يغفر له في شهر رمضان لن يغفر له. اللي ما رب العالمين يغفر له بهذا الشهر ما راح يغفر له إلا بحالة واحدة، إلا أن يدرك عرفة، إلا يروح للحج. لأن حجم الرحمة الإلهية بهذا الشهر مهولة، مهولة ما تستوعبها العقول، ما تستوعبها إحنا عقول البشر الاعتياديين، إلا عقول الأولياء والكمل والأنبياء والأئمة عليهم السلام. فحجم الرحمة مهولة، فاللي ما يدبرها وما يرجع لرب العالمين خلال هاي الأيام، ما يصلي الصلاة بوقتها وما يستثمر الشهر الفضيل، ما راح رب العالمين يغفر له حتى لو تاب ببقية الأيام، إلا أن يدرك عرفة، يعني إلا أن يقف في صعيد عرفة، يعني يروح للحج. فاستغلوا هذا الشهر ورجعوا لرب العالمين يا أحبائي. لا تخلصونها بالمسلسلات ولا تخلصونها بالبرامج الترفيهية، وش قال رامز جلال وش قال رامز ما أدري منو، ولا تخلصونها تفترون بالمول وتحضير أنواع الأكلات وتصوير السفرة وإلى آخره. شهر رمضان يعني خلاصته والله يريد أن يتوب عليكم. فرصة هذه فرصة عزيزي، فرصة. يعني اقرأ خطبة النبي صلى الله عليه وآله، يعني فتشي مهول عجيب. النبي صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين، يقول لهم أنفاسكم فيه تسبيح. نفسك أنت مو صائم، إيش قد تتنفس باليوم؟ كم نفس؟ هذا كله تسبيح. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. اللي يقرأ آية حديث النبي صلى الله عليه وآله، آية صغيرة، مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه آية لمو آية. من قرأ فيه آية، سمعوا هذا الحديث، من قرأ فيه آية كان كمن قرأ القرآن في غيره من الشهور. تتخيل القرآن الكريم 6332 أو 33 آية، هيك تقريبا الرقم. تتخيل آية وحدة تعادل ختمة. شايف الرحمة الإلهية بعد رب العالمين شيطي. فلذلك استثمروا هذه الفرصة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنه نخلصها نفتر بالمول، إنه يصير الفطور نفطر، شو يسوي؟ يأذن المؤذن نروح نفطر بمطعم زين. والصلاة يا معود، الصلاة يا معودة، صلاة بوقتها أهم من الأكل زين. لا تشوف العوائل الشارع يفرغ، العوائل كلها تترس المطاعم زين. يأذن المؤذن، مكان ما أقوم أصلي، أستثمر الفرصة إنه أصلي المغرب والعشاء وأنا صايم زين، وبها أجر عظيم ونور عظيم للإنسان. لا أروح شو أسوي؟ نروح المطعم نفطر وإحنا نسمع أغاني بالمطعم، يعني نفطر وإحنا نسمع حرام، ونصلي صلاة المغرب والعشاء مثلا بالعشرة أو نصليها قضاء. هذا صيام يش هذا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. استثمروه 30 يوم. وأفضل طريقة الاستثمار هذا الشهر إنه تخيلوا إنه هذا آخر شهر يمر لكم، آخر شهر يمر عليكم. دائما من أريد أستثمر شيء أتخيله إنه هذا آخر شيء يمر علي. ولا تنسوني من الدعاء أنا وعائلتي. الله يوفقكم لكل خير.